واش في خباركم انه تم تسريب صور خطيره جدا كتبين نشر مدرعات عسكريه داخل مخيمات تندوف؟ وعلاش تم نشر هذه المدرعات العسكريه واشنو واقع بالضبط؟ وشحال كتقدر القوه ديال هذه المدرعات؟ واش ممكن انها تشكل تهديد على المغرب؟ وعلاش قاده البوليزاريو ما قدروش يصيفطوا ولو مدرعه واحده للجدار العازل بالصحراء المغربيه؟ وعلاش المغرب غادي يستعن باخطر الاقمار الاصطناعيه العسكريه اللي كاينه في العالم؟ وشحال كتقدر القوه ديال هذه الاقمار الاصطناعيه العسكريه بالضبط؟ مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من حلقات هاشتاغ سامع. معكم سفيان سامع. هذه 3 ايام بالضبط تم تسريب صور خطيره جدا من داخل مخيمات تندوف. هذه الصور كتبين ان قاده البوليزاريو نشروا عدد مهم من المدرعات العسكريه وسط من المخيمات ديال تندوف في سابقه من نوعها. نورمالمون هذه المدرعات خصهم يكونوا في جبهات القتال وما خصهمش يكونوا وسط من المخيمات اللي فيهم المدنيين. فشنو واقع؟ ياك ودي لاباس. فمن بحثنا لقينا انها نيضه قرباله داخل المخيمات ديال البوليزاريو بتندوف بسبب الانشقاقات والصراعات الداخليه، زائد الصراع على شكون اللي غادي يخلف بن بطوش زعيم جبهه البوليزاريو، زائد حتى الخسارات والضربات العسكريه اللي تلقاوها مرتزقه البوليزاريو في العديد من المحاولات ديالهم لاختراق الجدار العسكري الامني المغربي، واللي ماتوا ليهم فيها عدد كبير من القاده وعدد من المرتزقه، وخسروا فيها حتى جزء كبير من العتاد ديالهم اللي خلاتهم يدخلوا في اضطرابات وصراعات بيناتهم ويفقدوا حتى الثقه في القيادات ديالهم، لان ذاك الوهم اللي كانوا عايشينهم عليه اكثر من 40 عام انهم كيمتلكوا قوه عسكريه وعندهم دعم عسكري ومادي ومعنوي من النظام العسكري الجزائري، وانهم بسهوله يقدروا يدخلوا الاراضي المغربيه. هذا الوهم هذا وهذه الاحلام هذه تبخرات في رمشه عين من فتره تحرير معبر القرقارات الى اليوم. ولكن هذه الصور هذه راها كشفات على معلومات خطيره جدا وخاص كل شيء ينتبه لها ويعرفها مزيان. المعلومه الاولى واللي هي ان هذه المدرعات العسكريه اللي بانت في تندوف واللي هي من نوع BTR 60 واللي هي من صنع السوفياتي قديم وقديم بزاف، راه تم التصنيع ديالها سنه 1955 ودخلت الخدمه العسكريه سنه 1959، واللي الجيش السوفياتي راه صدرها العديد من الدول في الشرق الاوسط بحال مصر سوريا والعراق وايران، وصدرها حتى لجوج ديال الدول في شمال افريقيا واللي هما ليبيا والجزائر. بمعنى ان هذه المدرعات كانت شراتهم الجزائر وعطاتهم البوليزاريو باش يحاربوا خوتهم المغاربه. اما المعلومه الثانيه فهي عباره على سؤال خصنا نجاوبوا عليه: علاش هذه المدرعات ما يمشيوش يقتحموا بهم الجدار العسكري المغربي؟ وعلاش القاده ديال البوليزاريو ما قدوش يصيفطوا هذه المدرعات ولو مدرعه واحده للجدار الامني المغربي؟ فالجواب بكل بساطه ان هذه المدرعات TR 60 مدرعه ضعيفه جدا في عصرنا الحالي، وممكن الجيش المغربي انه يصيدها كما كيصيد النمل، يا اما بطائرات الدرون المتطوره جدا او بطائرات F-16 او بوحده من الدبابات العسكريه المغربيه المتطوره والعصريه. فهاد المدرعه BTR 60 فهي اكل عليها الظهر وشرب كما كيقولوا مقارنه مع التطور العسكري اللي كاين اليوم في العالم. فهي الوزن ديالها ما فايتش 11 طن و 400 كيلوغرام، واللي كيسوقوها 3 ديال الافراد، وكتقدر انها تهز 14 عسكري، وفيها رشاش ثقيل من عيار 14 ملم، اما السرعه القصوى ديالها ما كتفوتش 80 كيلومتر في الساعه. فإلا قارنتي هذه المدرعه هذه مع الدبابه الامريكيه M1 ابرامز فعقلك غادي يوقف وغادي يهرب لك، فلا مجال للمقارنه نهائيا. أجاب 11 طن ل 63 طن، واجاب مدفع من عيار 120 ملم مع رشاش ديال 14 ملم، زائد جوج ديال الرشاشات من 7.62 ملم اللي ما يمكنش انهم تقارنهم مع هذه المدرعه هذه، زائد القوه الرهيبه ديال المحرك M1 اللي كيوصل ل 1500 حصان، فلا مجال للمقارنه نهائيا. المعلومه الثالثه واللي حتى هي مهمه جدا، فالنظام العسكري الجزائري دائما وابدا كيقول ان تندوف هي اراضي جزائريه وان الجزائر كتمارس السياده ديالها فيها. فكيفاش تقبلوا على راسكم انكم تخليوا مدرعات عسكريه ديال ميليشيات مسلحه ومرتزقه كتصول وتجول في الاراضي ديال تندوف اللي كتعتبروها اراضي جزائريه،
وتابعه للسياده الجزائريه. فاش واحد من الناس اللي بعقلهم في الجزائر يجاوبنا على هذا السؤال، الله يرحم ليه الوالدين. فهاد الصور هذه كتزيد تاكد وتزكي الكلام ديال الناس اللي كيقولوا ان راه كاين جوج جمهوريات وجوج دول في الجزائر، وحده في الشمال ووحده في الجنوب. والخطير ان الناس اللي في المخيمات اللي في تيندوف كيتسائلوا اليوم وكيقولوا انه علاش مخرجين لنا هاد المدرعات العسكريه ضدنا حنا، وعلاش ما تصيفطوهمش للجدار العازل المغربي وتقتحموه. فالجواب بكل بساطه ان القاده ديال مرتزقه البوليزاريو متاكدين مليار في المية ان هاد المدرعات قبل ما توصل للجدار الامني المغربي غادي يتم التشتيت ديالها في رمشه عين. هذه من جهه، ومن جهه واحده اخرى ان المغرب غادي يطلق اقمار اصطناعيه عسكريه جديده مختصه في رصد وتتبع الدقيق لجميع الاهداف العسكريه في المنطقه. وحسب المصادر الاعلاميه المتطابقه كتاكد ان المغرب راه حدد الشركات العالميه المختصه والرائده في هذا المجال هذه اللي غادي يتعامل معها باش يطلق عما قريب الاقمار الاصطناعيه العسكريه المتطوره جدا اللي كاينه في عصرنا الحالي، واللي غادي يشرف عليها كل من المركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي، زائد وحده من اكبر الشركات العالميه الاسرائيليه في صنع الاقمار الاصطناعيه واللي كملكها عمير بيريز اللي هو الاصل ديالو مغربي. المغرب كيصنع اجزاء من الاقمار الاصطناعيه في البلاد، كتصنع في البلاد. سير نواصل كنصنعوا اجزاء من الاقمار الاصطناعيه، هادشي ما كناش كنتصوروه. 41% من اجزاء الطائره كتصنع في المغرب، بحيث ان الرئيس ديال ايربوس كيقول لك ما كاينش شي طائره اللي كطير في العالم اللي فيهاش اجزاء مغربيه. فالشركة الإسرائيلية العالمية فهي كتصنع أحدث الأنظمة السبريانية الجوية الفضائية والبحرية في العالم، واللي كانت طلقت مؤخرا أخطر قمر اصطناعي ديال التجسس تابع لمجموعة أوفيك، واللي حطوه أول مرة في سنة 2018. مع العلم أن المغرب راه حاليا خدام بجوج أقمار اصطناعية فرنسية الصنع اللي هما محمد السادس ألف ومحمد السادس باء. فيما يتعلق بالمبرر الذي قادته مجلس الأمن الجزائري لتوقيف الطيران المدني والعسكري المرور فوق الأجواء الجزائرية، والذي ربطه ضيفكم الكريم بأسباب أمنية، هنا لا بد من التذكير بأن المغرب يملك قمرين صناعيين على أعلى درجة وعلى أعلى مستوى، والتراب الجزائري وغيره من المناطق المجاورة للمغرب في إطار سياسة دفاعية حكيمة للمملكة المغربية أنه لا يمكن أن يكون الطيران المدني سببا لبناء هذا المبرر. فهاد الأقمار الاصطناعية المتطورة جدا اللي غادي يطلقها المغرب قريبا غادي تشكل رعب حقيقي على جبهة البوليزاريو، فهي كترصد بشكل دقيق جدا أي تحرك على الحدود المغربية كما كان نوع هاد التحرك هذا، واخا غير طوموبيل صغيره دايزه من تما ولا شي واحد غير دايز على رجليه غادا ترصدو. زائد ان هاد الاقمار الاصطناعيه العسكريه ممكن انها ترصد وتقوم باعمال تجسسيه في المنطقه كامله وفي شمال افريقيا كامله. وهنا غادي نعطيكم مجموعه من الصور اللي كتقدر هاد الاقمار الاصطناعيه انها ترصدها بشكل دقيق ودقيق جدا. فهاد الصور هذه كتبين مثلا قافله الجيش الروسي وهي غاده داخل الاراضي الاوكرانيه، فهي كتحدد الموقع ديالهم وكتبين بشكل واضح فين كاينين وشحال العدد ديالهم وشنو هي انواع الاسلحه اللي هازين وشحال كتقدر القوه العسكريه ديالهم. فهي صراحه اقمار اصطناعيه خطيره جدا اللي غادا تعطي للمغرب قدره عسكريه فائقه في المنطقه. فاحنا اليوم في زمن المعلومه، واللي كيملك المعلومه راه كيحكم. وانتوما اشنو بان لكم؟ خليونا الاراء ديالكم في التعليقات. بهذا كنوصلوا معكم لختام حصه اليوم من هاشتاغ سميع. الى عجبكم هذا المحتوى هذا زيدوا تشجعونا اكثر عدد ديال لي لايك واكثر عدد ديال لي بارطاج واكثر عدد ديال لي طاق باش نوصل